السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انت بتكلمني بقى بالمناسبه الكلام ده عشان نحسمه يعني. عاوز تعملها 40% اعملها لك من بكره. متشكر. بس هقول لحضرتك على حاجه. بس مش هدفع لك ضريبه عقاريه. لا ثانيه واحده. ما تزعلش ان الاستثمارات مش هتجيلك لانه في جنبك ناس بيعملوها ب 5 و10%. ب0% كمان. ما تزعلش ان البطاله هتزيد عندك لانك انت مش قادر تضخ استثمارات تخلق لك 800,000 و900,000 ومليون فرصه عمل في السنه. ما تزعلش ان الناس بتقول لك هو انت تكلفه الضرائب عندك كام وتكلفه التامينات عندك كام، فتقول له تكلفه الضرائب 40% وتكلفه التامينات 40% ولسه الضرائب العقاريه ولسه بتاع، يقول لك لا خليك انا عندي جنبك جارك اهو جارك. انت في نقطه خطيره لازم تعرفوها. احنا استثمارات اللي هربت من البلد دي وراحت المغرب قد كده. بسبب الضرائب. نعم، بسبب الضرائب، بسبب البيروقراطيه، بسبب بنعقد الناس ونقعدها سنتين وثلاثه عبال ما حضرتك عارف اهو. يا فندم انا بكلمك الصراحه. ما حضرتك عارف انا بكلمك الصراحه. اذا انت مشكلتك حددها وحدد اولوياتك. استاذ اسامه، اولويه البلد دي تخليق فرص عمل، نمو. ليه؟ لانه لما يكون عندي 800-900 الف شاب بيخرجوا كل سنه بيدوروا على فرص عمل مش لاقيين، البديل حاجات تانية. أنا بسأل كمواطن مصري، شايف إنه مثلا المغرب دلوقتي بتصدر سيارات وإيران بتصدر سيارات، وفي دول يعني المغرب دولة عربية وإيران دولة إقليمية موجودة. أنا بسأل هو إحنا ليه حظنا وحش في صناعة السيارات؟ مش حظ وحش يا فندم، هو مش حظ وحش. التجربة المغربية دي تجربة عظيمة جدا، وأنا برضو بطالب إن احنا يعني دي يعني بصدق محتاجين إن احنا نحط فوكس عليها. التجربة المغربية، تعالوا شوفوا المغرب هي عملت إيه عشان توصل لوصلته. عملت إيه يا فندم؟ عملت إيه؟ هقول لحضرتك، المغرب النهارده استدعت كل الشركات الأم على مستوى العالم، عملت لهم تخفيض 25% الضرائب لمدة 25 سنة ما يدفعوش ضرائب، عملت لهم خطوط انتاج، عملت لهم خطوط سكه حديد. المغرب جابت الشركات وخلت الشركات تكسب في المغرب اكتر ما بتكسب في شركاتها. النهارده اكبر صادرات المغرب يعني المغرب بتصدر لاسبانيا وايطاليا وفرنسا. فرنسا اللي هي صاحبه رينو. رينو معروفه مش سر. مظبوط. بتصدر لها. النهارده حفيظ العلمي اللي هو وزير التجاره والاستثمار المغربي كان بيحتفل من شهرين بانتاج سياره رقم 1,000,000. النهارده المغرب وقعت عقد مع BYD عشان انتاج سياره كهربائيه. المغرب النهارده بتصدر $1,000,000,000 سنويا اجزاء محركات طيارات. المغرب عملت مركز اقليمي، اكبر مركز اقليمي في الشرق الاوسط، بيخدم 81 دوله، بيخدم اكبر 100 مستورد للسيارات على مستوى العالم، مركز ابحاث. كل ده المغرب صدرت 1.5 مليار قطع غيار سيارات السنه اللي فاتت. تعال نشوف المغرب النهارده جابت رينو لوجان، هل وقفت؟ لا، راحت عملت تعاقدت مع بيجو ستروين وعملت مصنع في المنطقه الاطلسيه في مدينه القنيطره بانتاج 200,000 سياره. يبقى النهارده هم بيحتفلوا السنه اللي فاتت ان هم انتجوا 383,000 سياره. طبعا على مدار ال4 سنوات تحركوا 333 300,000 303 383 السنه اللي فاتت 1000 سياره لوجان، و200,000 من مصنع القنيطره اللي احنا بنتكلم عليه. لك ان تتخيل مارك رصيف المدير الاقليمي رينو المغرب بيقول ان احنا في 2020 احنا هنتخطى 1,000,000 سياره سنويا، واحنا واقفين بنتفرج حضرتك. لا، لازم نتحرك ونشوف التجارب ديت، لازم تعمل تسهيلات للمستثمر الاجنبي عشان تجيبه من بره، ده هيوفر لك فرص عمل. السنه اللي فاتت المغرب وفرت 50,000 فرصه عمل، وده رقم مش بسيط. احنا اللي محتاجين ده، والناس دي كانت عايزه تتعاقد معانا. طب دلوقتي الرينو راحت من عندنا والبيجو والستروين تعاقدت معاهم، هنقف نتفرج لغايه ما بقيه الماركات تروح؟ من فضلك شوف السيارات الكوريه اللي ما كانتش عامله تعاقد زينا اتفاقيه الشراكه الاوروبيه، راحت فتحت مصانع في
في دول تتبع الاتحاد الاوروبي زي سلوفاكيا، وعشان يستفيدوا من الاتفاقيه اللي احنا موقعين عليها. احنا اللي موقعين على الاتفاقيه ما اتفقناش، ما استفدناش منها، هم اللي مش موقعين عليها استفادوا منها واحنا بنتفرج. ومع ذلك شوف الطامه الكبرى كمان لما كنا موقع على اتفاقيه اغادير واستورد من المغرب السياره الكاتجار. السياره الكاتجار بتتباع في مصر، سياره بقى لها 3 سنين ما بتدفعش جمارك، بتتباع ب 460,000 جنيه. ليه؟ اغلى سعر ليها في العالم. ليه؟ العربيه اللوجان حضرتك اللي تعتبر يعني عربيه اقل من المتوسطه تتباع في مصر ب 220,000 جنيه. ليه؟ وانا موقع معاهم اتفاقيه شراكه اوروبيه بتدخل بقى لها 3 يعني سنين مفيش، زيرو جمارك. معلش يا استاذ اسامه، يعني مفيش جمارك عليها خالص وهي يا فندم 3 سنين زيرو جمارك. طب هي سعرها كام هناك؟ يعني عشان اعرف بس الفلوس بتروح فين. يا فندم هديك مثال على عربيه عربيه عندهم اللي هي اسبادرو سانديرو. العربيه السانديرو بتتباع طالعه من المغرب، بتتباع في اسبانيا ب $4,800. لك ان تتخيل بقى. يعني ب 100 اقل من 100,000 جنيه، اقل من 100,000 جنيه. يعني بس احنا عندنا بقى مشكله في ايه؟ احنا الاتفاقيات دي اللي هم اللي بيستفيدوا منها، احنا ما بنستفيدش منها. انت بتدي ايه للمغرب؟ المغرب النهارده انت بتصدر لك سيارات، انت بتديها ايه؟ التجربه التونسيه على نفس المنوال. النهارده التجربه التونسيه عملت مئات المصانع للسلع المغذيه. انت بتعمل ايه؟ انت بتستورد بس. ما هو الناس دي تاخد مننا. طب انت عندك الصناعه، لا محتاج النظر لقطاع السيارات تختلف. طب العربيه ام $4,800 دي يا استاذ اسامه تتباع بكام في مصر؟ عندنا بتوصل ل 250,000 جنيه. يعني الراجل بيكسب فيها 150,000 جنيه. بص يا فندم، محتاجين النهارده نعرف. تعالى النهارده، مش انتوا النهارده انتوا مثلا كمصلحه الاستاذ اللي كان بيتكلم قبل مني مسؤول مصلحه الجمارك. مصلحه الجمارك دي لما بتسيب من الجمارك لاي سياره، نتنبه لنقطه خطيره قوي. الدوله بتسيب ده عشان ايه؟ عشان يا المواطن المصري يستفيد، يا الصناعه تستفيد، يا الصناعه تستفيد. صحيح. يا يحمي الصناعه بتاعته. لا انا حميت الصناعه ولا المصري يركب عربيه رخيصه. يا جماعه الكلام ده في منتهى الخطوره. استاذ اسامه انا بشكرك جدا على الكلام الصادق الصادم في نفس الوقت، وبشكرك استاذ اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات. و انا كنت بتكلم على الدولار الجمركي في المقام الاول، وحتى رئيس تحرير كل شيء يقول لي مش موضوعنا، بس انا لاقي انه بالمناسبه يعني سالت الراجل بتاع الجمارك عن التهريب، والحصيله قال لي ان احنا عملنا حصيله 45 مليار 45 مليار جنيه، مش دولار طبعا. ده اعتقد انه رقم في تقديري هو ماشي مع المستهدف، لكنه اقل مما يجب ان يتم تحصيله. حجم التجاره المصريه 60-70 مليار دولار. لو احنا شفناها في سعر الضريبه الجمركيه تعمل لي مش اقل من 100 مليار جنيه. ما علينا. الجزء الثاني انه محمد البهي رئيس لجنه الجمارك والضرائب في اتحاد الصناعات، والاستاذ اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات، كلهم اجمعوا على انه قرار الدولار الجمركي قرار سليم 100%، بيصب في مصلحه الصناعه المحليه والمواطن المصري. ده كلام 3. وانا قلت لزمايلي هاتوا رئيس مصلحه الجمارك وهاتوا 2، واحد من اتحاد الصناعات وواحد من الغرفه التجاريه، وقول لهم هنتكلم على الدولار الجمركي. مش عايز اسمع رايه، عايز يقول رايه على الهواء افهم هو صح ولا غلط، هو الكلام مظبوط ولا مش مظبوط. احنا مش بتوع اقتصاد. لكن ال3 كلهم قالوا نفس الكلام تقريبا. والله يعني تاني مش مترتب الكلام ان احنا ايه عايزين ناس مؤيده للموضوع عشان يعني نظبطه على الاطلاق. دي اول ملحوظه. هدفنا في النهايه انه الاسعار تنخفض. الناس انا كمواطن، وانا مواطن وولي امر واب وخلافه، وعايزين الاسعار تبقى في متناول الناس طبقا لدخول الناس. دي حاجه. لكن الكلام المؤلم اللي المفروض ناخده بتعقل شديد الكلام اللي قاله اسامه ابو المجد، وضرب امثله. انا عارف موضوع المغرب وسالته عليه في اتفاقيه اغادير، ان الجمارك المعفيه بيننا وبين المغرب ما فيش جمارك، فبالتالي هم عندهم صناعه سيارات بيقول لك بيحتفلوا بصناعه السياره المليون. تجربه رائعه. المليون سياره لو كل سياره كسب فيها 2000 دولار بس يبقى حقق 2 مليار دولار. 2 مليار دولار في بالنسبه لنا في 20 جنيه ولا في 18 جنيه يعني 45 مليار جنيه، يعني قد حصيله الجمارك. الموضوع يعني انا باصص له بسرعه. دلوقتي المغرب بتكسب من صناعه السيارات
2 مليار دولار، يعني تقريبا قد حصيلة الجمارك المصرية. يعني لو احنا ركزنا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودخلنا نوعين ماركتين من العربيات صنعناهم وصدرناهم للدول الافريقيه والدول المحيطه زي المغرب ما نجحت وتونس نجحت، اتصور هيكون عندنا شغل يفتح فرص عمل للشباب، وفي نفس الوقت المواطن المصري يركب عربيه محترمه بسعر محترم. ده الكلام اللي قاله الراجل، قال العربيه جايه من المغرب ثمنها بتتباع في اسبانيا ب 4800 دولار، يعني اقل من 100,000 جنيه، حوالي 90,000 جنيه، بتتباع في مصر ب 250,000 جنيه. يعني الراجل المستورد بتاع العربيه لو احنا قلنا بيكسب له 30%، يعني بيعها ب 150، فوق المكسب بتاعه 100,000 جنيه. ده حرام ولا ده حلال؟